محشي الكرنب بطريقتنا حاجة تانية. يلا نشوف بيتعمل ازاي. سمنة وحطيتها هي وشوية زيت على النار، نزلت بالبصل والثوم المفروم وبدأت أقلبهم كويس قوي علشان يصفروا. نزلت بالصلصة الطبيعي وكمان معجون طماطم. دي التوابل بتاعتنا وهتلاقوا كل المكونات بالتفصيل في الوصف. قفلت عليها عشان تتسبك. اتسبكت وبقت تمام التمام. بنزل بالخضرة شبت وبقدونس ونعناع مفروم، الرز المصري بتاعنا، واسيبها عشان تتشرب. احط الشياطة وهدي النار واسيب الرز 3 دقايق. رفعته بعد ما بقى جاهز وبدأت ألف محشي الكرنب. عايزين تعرفوا ازاي قطعته وخليته صغير ومسمسم كده؟ بصوا على فيديوهاتنا، فيديو الكرنب. الشوربة بتاعت اللحمة حطيت عليها صلصة طبيعي ومعجون طماطم، رشة شطة، وكده بقت الأمور جاهزة. برص في قعر الحلة الورق المتقطع وببدأ أحط الكرنب بتاعي الملفوف الجميل وارصه كده رصة محترمة علشان يبقى على المزاج بالظبط. أفضل أرص لحد ما الحلة بتاعتي تتملي بالكمية كده تمام. يلا بينا على النار. على نار عالية بحط الكرنب، بنزل بالشوربة اللي عليها الصلصة والشطة، وبعد كده بضيف حتة صغيرة قوي من السمنة الطبيعي. أول ما الشوربة تغلي هقوم على طول أرفع الحلة وأحط شياطة وهدي النار وأحط غطا من فوق علشان اللي فوق يستوي زي اللي تحت. استوت الحلة وبقت تمام. نقلب المحشي بتاعنا. اوبا يا وعدي، حاجة تاخد العقل. ده كان فطارنا في رمضان. قلبي يا ناس، يلا ناكل من جوه الحلة.